ربنا سبحانه وتعالى صنع لينا نظام إلكتروني متطور جدا، فعال، عصري، قادر على مواكبة التحديثات. صنع من أجل سعادتك وكفايتك، في توازن بيحافظ على حقوق ويعلم الواجبات ويربي الاحتياجات. مفيش فرض أكتر من قدرة الإنسان، ومفيش نهي ما كانش ليه ألف سبب. لو فرضنا إن الإنسان المسلم زي جهاز الكمبيوتر، ليه هاردوير وليه سوفتوير. ايه الهاردوير بتاع المسلم؟ الصوم والصلاة والزكاة، الفروض أو العبادات. الصلاة مثلا البي سي، الصوم الشاشة، الزكاة الكيبورد. وإيه السوفتوير؟ هي عبادة القلوب والمعاملات. عبادة القلوب هي الإخلاص، التوكل على الله، حسن الظن بالله، حاجة في القلب كده ما نقدرش نمسكها، بنحسها بس. والمعاملات هي الصدق، الأمانة، إفشاء السلام، يعني تحول الإيمان إلى أخلاق وسلوك حسن بطبقه في حياتي. فلو عايز تعمل تاسك ناجح، لازم يكون عندك الاتنين، الهاردوير والسوفتوير. لو افترضنا ان في حد بيصلي تمام الوقت بوقته، مش بيفوت فرض، يعني البي سي عنده متظبط جدا، بس بيغش في الميزان، بيبقى عامل زي بي سي قوي بس معاه سوفتوير ضعيف. فالهاردوير القوي ما ينفعش لوحده، لازم سوفتوير جامد معاه، يعني برنامج فيه إمكانيات وفيه تولز حديثة. أو العكس، لو حد متواضع وخلوق وطيب بس مش بيصلي أو مش بيطلع زكاة ماله، يبقى كده الهاردوير هو اللي رايح منه، بس السوفت وير ايه تمام، افتر افكت في نفسه. بس لو حاولت انفذ بيه مشروع هينفع؟ لو عندي احدث اصدار الافتر افكت اللي الناس كلها بتتكلم عنه وعامل قلبان، هل ينفع انفذ بيه مشروع ناجح بدون هاردوير جامد؟ لا طبعا، الرامات هتهنج، كارتة الشاشة مش هتتحمل كده يعني. يبقى كده السوفت وير الممتاز يبقى معاه هاردوير جيد يكمله. لازم احنا بنشتغل على نفسنا نظبط الاتنين مع بعض، الهاردوير والسوفت وير. الفروض أساسية بالتأكيد، بس ما ننكرش أهمية المعاملات وعبادة القلوب. ارجعوا بقى قروها تاني أو اسمعوها تاني لأنها محتاجة كده.